تخيل تصحى من النوم الصبح تلاقي قهوتك اتطلبت، ايميلاتك المتأخرة بقالها اسبوع اترد عليها، السيرفر بتاعك اتعمل له صيانة، والكود بتاع موقعك الجديد اتكتب واترفع، كل ده وانت نايم. ده اللي العالم كله بيتكلم عنه دلوقتي، ال AI agents وبالتحديد كلود بوت. بس غيروا اسمه بعد كده بقى مولت بوت، وبعدين اتغير تاني بقى اوبن كلو. المهم الناس كلها مبهورة، بس وسط الدوشة دي كلها في فريق امني متخصص في ويب سايت اسمه فيكترا AI طلع وقال يا جماعة ستوب، ايه العبط ده؟ انا اسماعيل، وده الدليل الشامل اللي مش هتلاقيه في اي مكان تاني عن الاوبن كلو. يكش تفلح. الهارد وقع. يا نهار اسوح، يا لهوي شقى عمري. بس ده يعني صح ان شاء الله هيشتغل صح؟ مش عايز يشتغل ليه؟ اشتغل. طب الحمد لله. طيب البوت ده عباره عن ايه؟ البوت ده عباره عن ايجنت او وكيل عامل واحد اسمه بيتر ستايجنبرج. والبوت ده متقسم لثلاث حاجات. في جزء بتاع المسج، ممكن تبعت له مسج على واتساب او تليجرام او ديسكورد. وفي الجزء الثاني اللي هو المايند، الاي اي مايند، اللي هو بيكون مربوط بتشات جي بي تي او جيميناي. وفي الجزء الثالث اللي هو بتاع التنفيذ، اللي هو مربوط بالايميل بتاعك او بالكمبيوتر بتاعك او باي حاجه انت عايزها. يعني مثلا بتكتب له مسج على واتساب تقول له انا عايز ارخص طياره لباريس، فهو بيروح فاتح البراوزر بتاعك، يدخل على الويب سايت بتاع اكسبيديا، بيدور على ارخص تذكره، وبعدين مثلا لو الويب سايت هنج بيعمل له ريفرش، لو في اعلان طلع بيقفله، فهو كانه انت قاعد بالظبط على الكمبيوتر. وفي استخدامات عجيبه الناس كاتبينها على تويتر لما جربوه، زي مثلا نات اليسون بيقول لك ان هو كان بيعامله كانه زميل مبرمج معاه في الشغل، بيقول له وانا شغال في كذا افتح انت كذا وشوف ايه البجز الموجوده وايه المشاكل الموجوده وايه الحاجات اللي ممكن تتطور واديني بيها لسته. فالتاني يقوم مخلص، البوت بيخلص في نفس الوقت اللي نات بيخلص فيه، وبعدين يقول له طيب خلاص خد الليسته اهي، دي الحاجات اللي محتاجه تطوير، فيقول له اوكي اعملهم، فالتاني يعملهم. فهو كسب وقته كانه معاه واحد زميله شغال معاه في الشغل. واحد تاني اسمه أليكس فين، وده يوتيوبر وهو من اشهر الناس اللي بتدافع دلوقتي باستماتة عن الاوبن كلو. بيقول لك ان هو بيبعت له مورنينج مسج الصبح كانه أليكسا، وبالمناسبه هو مسميه هنري عشان هو بيعامله كانه هو انسان محترم وليه كرامه وكده يعني، فهو اسمه هنري. بيخلي هنري دوت يبعت له كل يوم الصبح تقرير بالحاجات اللي هنري اللي هو اوبن كلو عملها لما كان نايم. فهو بيصحى الصبح يلاقي الحاجات اللي خلصت كذا كذا، اوكي ماشي شكرا. وبرده أليكس فين ده بيخليه يبعت له كل يوم تقرير بالفيديوز اللي طلعت على اليوتيوب المنافسين عملوها، ومين فيهم اللي طلع ترند او جاب فيوز كويسه عشان يعمل فيديوز جديده. فدي كنز مثلا لاي حد يوتيوبر، ان هو ممكن يبعت له تقرير مثلا الصبح 100 قناه في اليوتيوب عملوا كذا وكذا 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 واحسنهم كان كذا وكذا وكذا وكذا، وانت تقدر تعمل كذا وكذا وكذا. طب دي اغرب حاجه بقى، اغرب كيس حصلت يعني شفتها. واحد اسمه اي جي بس مش عارف اقرا اللاست نيم بتاعه، بيقول لك ان هو كان عايز يشتري عربيه هيونداي، فخلى البوت بتاعه يدور له، فبعت له اسم الموديل بتاع العربيه اللي هو بيدور عليها. فالبوت قعد يدور 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 يدور، وشاف مواصفات العربيه موجوده فين، وشاف الويب سايتس بتاعت التجار اللي بتبيع العربيات دي، وبعدين ابتدى عشان هو عنده اكسس للايميل، ابتدى يبعت ايميلات باسم الراجل اي جي اللي مش عارف اقرا اسمه اللاست نيم بس حاجه بيرج برضو، بيبعت للتجار يقول لهم بينجشيت، بيفاصل في السعر. فالتاجر يقول له طب خلاص بص انا اخري كذا، يقول له طيب ماشي، طيب مش هيرد عليه دلوقتي، وبعدين يشوف تاجر تاني قال له سعر احسن، فيرجع للتاجر الاولاني يقول له معلش انا خدت سعر احسن من التاجر الفلاني، هل ينفع تنزل؟ المهم في الاخر وفر له $4200 عن المبلغ اللي كان اي جي حاطه في دماغه. انا كنت بعمل الحركه دي زمان، فاكر لما كنت بعملها من الناس بتوع صيانه العربيه. وبعدين واحد تاني خلاه يقسم التاسكات بتاعته في بورد كده عشان يعرف هو دلوقتي شغال في ايه حاليا وناوي يخلص ايه، وايه التو دو ليست، وايه اللي دن وايه اللي لسه ما ضنش، عشان يبقى مدرك هو البوت ده بيعمل ايه في غيابه، عشان ممكن الموضوع يخرج عن السيطرة. طيب كل ده حلو قوي، نيجي بقى للكلام اللي قالته فيكترا اي اي عن الحوار ده ومدى خطورته. فيكترا اي اي كتبوا مقال مرعب بعنوان From Cloudbot to Moltbot when automation becomes a digital backdoor، اللي هو انت كده بتفتح باب خلفي للاوتوميشن عشان يخشوا عشان يخترقوا جهازك، او حد تاني يستغل البوتس دي عشان يستغل ويخترق جهازك. بيقول لك المشكله لما انت بتسطبه فبتدي له صلاحيه ان هو ريد ورايت، فهو
خلاص هو كده خلاص، وخصوصا لو انت مخليه ادمن على الكمبيوتر بتاعك فالدنيا كده ساحت وراحت، وبيفضل شغال في الخلفيه. وبيقول لك ان هو في حاجه حذروا منها في المقاله دي اسمها برومبت انجكشن. ايه بقى برومبت انجكشن دي يا ولاد؟ البرومبت انجكشن دي بيقول لك يعني مثلا الهاكرز ممكن يبعتوا لك اعلان كانه امازون اعلان او اي حاجه تانية اد عادي، انت شايف صوره في الايميل فقشطه مفيش خطوره. بس البوت ده اللي هو الاوبن كلو او اي ايجنت تاني بيشوف الاكواد اللي ورا الصوره دي، حاجه انت مش شايفها، وبينفذ التعليمات اللي فيه عشان هو روبوت، هو بينفذ التعليمات. فيقولوا له ابعت لنا الفايل بتاع الكي تشين مثلا بتاع اللي مليان بقى الباسوردات بتاعتك كلها، فهو يروح بعتها لهم. اكيد في المستقبل هيظهر حمايه للموضوع ده، بس حاليا دلوقتي لا عادي، الدنيا سايحه وخربانه. في مشكله تانية برضو الويب سايت ده حذر منها بتاع فيكتور اي اي، ان لما الاسم اتغير 3 مرات، الاول كان كلود بوت، بعد كده بقى مولت بوت، وبعد كده بقى اوبن كلو، الهاكرز نزلوا باكجز زي مخزن لاكواد جافا سكريبت باسماء مشابهه للاسم القديم. فانت لما بتعمل سيرش على الانترنت، انت لو شفت الاسم القديم فانت بتفهم ان هو فتاخد كوبي وبيست للبرومبتس الموجوده او الاوامر بتاعت الجافا سكريبت الموجوده دي. فهو حرفيا بيحمل لك فيروس عن طريق الاكواد دي فيها ريموت اكسس تروجان، فبيدي الهاكرز تحكم كامل في جهازك. ففي شويه نصايح كده لو انت عايز تخاطر يعني وتجرب الموضوع ده، ما تنزلوش على جهازك الشخصي ابدا. الناس دلوقتي بتشتري ماك ميني، وماك ميني خلاص بقى اوت اوف ستوك دلوقتي عشان الناس كلها بتشتريه، وبتخليه هو دوت الوحيد اللي نازل عليه الاوبن كلو، وما بيدلوش الادمن اكسس الا للضروره. اخر حاجه راجع الكود، اتاكد من المصادر اللي انت بتاخد منها اي برومبتس او اي جافا سكريبت كودز عشان تديها للاوبن كلو وبس. شكل هو دوت المستقبل، يعني ربنا يستر يعني الفتره الجايه. مهم يعني ان شاء الله يمكن الفتره الجايه يكون فيها حلول، يكون فيها سكيورتي اكتر للناس عشان لما يستخدموا الايجنتس دي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في الحلقه الجايه.